السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتني كتير كتير كتير، بحبكم كتير، احلى اخوات في الدنيا كلها، والله بحبكم كتير كتير. شد حيلكم كده معايا بقى، وفي اللايكات والتعليقات، وعلشان القناة والاشتراكات، عشان القناة داخلة خلاص على 9000. اخ واخت عزاز عليا من كل انحاء الدول العربية، بحبكم كتير كتير، احلى اخوات في الدنيا كلها والله. صباح الخير وصباح الفل وصباح الهنا وصباح الرزق الواسع وصباح النشاط وصباح كل حاجة حلوة. هنعمل بقى مع بعض النهاردة ايه؟ هنرتب كده الشقة مع بعض ونعمل روتين حلو قوي هيعجبكم. الروتين ده بقى ايه؟ عشان الكسل بقى شايفين التراب. لقاء بنتي هي اللي عماله بتصورني، تقول لي يا ماما مش بص التراب جاي في الكاميرا ايه. مش عارفه، مع انه والله كل يوم زي ما انتم شايفين كده بلمع الخشب، وكل يوم برتب الدنيا كده. بس مش عارفه التراب، لان احنا بيتنا على شارع، ف التراب يعني صعب، لازم كل يوم نروق كده ونلمع الدنيا يعني، ولمع الخشب لازم كل يوم كل يوم. وبعدين بقى المية قطع عندنا اليومين دول يا ولاد، حاجة بجد والله العظيم قرف، يعني حاجة بهدلة وفرهدة والله. يعني نخلص من قطعان الكهرباء يجيلنا قطعان المية. آه عايزة بقى منكم تشجيع حلو كده للفيديو ده، وتسيبولي تعليقات حلوة تحت الفيديو، عشان انا افتكركم بالتعليقات، بحبكم كتير والله. وعايزاكم كده تدعوا لي دعوة حلوة من قلبكم، لان انا كنت تعبانة والله، بقالي يومين تعبانة خالص. ف الحمد لله يعني على كل حال، ربنا يا رب كده يديني ويديكم الصحة يا رب، اللهم امين. آه، طول ما انت ايدك في الحاجة، طول ما انت الشغل هيبقى خفيف عليكي، وهيبقى عندك وقت فاضي دايما بقى تفوقي لنفسك تفوقي لأولادك، و مش يعني وقت كله ما تبقيش لابخاه بقى في ومضيعاه في الكركبة بقى، وتشتري من هنا وتحط هنا ومش عارفة ايه، لا. دايما على طول تبقي كل يوم تقومي كده من بدري، لان ايه، ماما كانت دايما بتقولي ايه، شغلة البدرية منسية، فانت تصحي من بدري هتخلصي كل اللي وراكي. يعني مثلا انا بصحى من بدري علشان الشغل وكده، اقوم اسكت في الشقة واروقها كده، وافتح الشبابيك وانفض التراب واشم نسمة هوا كده الحلوة بتاعت الصبح دي، بصراحة والله ما تتقلش خالص دماغي. الواحد كده بيحس ان هو يقوم الصبح كده ويشرب القهوة بقى بتاعته، او يشرب كوباية شاي، ويشوف بقى نسمة الهواء الحلوة الطبيعية بقى اللي جاية كده الصبح دي، بصراحة دي بتشفي المريض، زي دايما ماما كانت بتقول كده. فدايما انت تقومي بدري هتخلصي كل اللي وراكي، وتفضلي طول النهار بقى رايقة. فطبعا بقوم بقى الصبح اخلص بقى الشقة واروقها واظبطها كده وانضفها، وبعدين اشغل على الطبيخ، اطبخ بقى الاولاد قبل ما امشي اروح الشغل، وبعدين بروح الشغل يا اولاد. باجي بقى اخر النهار، فربنا يديني ويديك الصحة يا رب، اللهم امين. انا بقول الكلام ده عشان بيبقى في ناس بيكسلوا. الواحدة تلاقيها بقى طول النهار نايمة او قاعدة على التليفون طول النهار، وسايبة بقى بيتها ومهملة ببيتها وعيالها. انا اعرف واحدة والله العظيم يا ولاد، بصوا، الحمد لله يا رب على اللي احنا فيه. كانت يعني تفضل حابسة اولادها في اوضة، وقاعدة هي في الشقة علشان ما تقعدش مع اولادها، كانوا صغيرين يعني كانوا في الابتدائي كده. كانت تفضل حبسهم في اوضه، يقعدوا بقى يلعبوا ويتنططوا ويضربوا في بعض ويجروا ويعملوا ويتخانقوا طول النهار مع بعض، علشان هي قاعده تقعد بس رايقه كده في اوضه قدام التلفزيون. وكانت تلاقي والله العظيم تدخلوا مطبخها تقرفوا منه، تدخلوا حمامها تقرفوا منه، تدخلوا شقتها تقرفوا منها، وقاعده طول النهار كده قدام التلفزيون. يعني بصراحه الواحد عمره لا ياكل ولا يشرب عند الناس اللي هي الناس الجايفه المعفنه دي. فهي مش دي التربية. انت ممكن تقعدي مع اولادك طول النهار في البيت، وتكوني مثلا ما بتخرجيش وما بتشتغليش، وتكوني مأهملة في تربية ولادك. يعني هي دي التربية، ان انت تأكلي ولادك وتشربيهم، وتفضلي بس كده حبسهم يلعبوا مع بعض يضربوا مع بعض. هي دي بقى التربية؟ لا، لا خالص، هي مش دي التربية. التربية احنا هنتسأل عليها، ولادنا هنتسأل عليهم. فلا، يعني ممكن تقعدي مع اولادك ساعة واحدة بس في اليوم، يعني باليوم كله تعلموهم بقى القيم والاخلاق والتربية بقى الايجابية، وتدوهم طاقة ايجابية، وتحكي في وشهم، تقعدي معاهم تصاحبيهم. تحكي لهم بقى ايه اللي ضايقك طول النهار.
تحكي لهم ايه اللي فرحك طول النهار، هم يحكوا لك راحوا فين، جم منين، عملوا ايه، كلموا مين، راحوا فين، عملوا ايه في المدرسة النهاردة، اكلوا ولا ما اكلوش. يعني انتوا تلاقوا الواتس بتاعي كله، الشات بتاعي كله على الواتس، والله العظيم يا ولاد طول النهار لولادي: اكلتوا، صحيتوا، اكلتوا، شربتوا، عملتوا، كنتوا كويسين. حتى لو انا بعيد عن ولادي فبالي بيبقى مشغول بهم دايما، وبيبقى وقت كله ليهم بصراحة. فربنا يا رب يجعله في ميزان حسناتنا، وربنا يبارك لنا في اولادنا، لان تربية الاولاد دي مش شطارة مننا والله يا ولاد، لا ده ستر من عند ربنا، وربنا اللي بيربي لنا عيالنا. يعني بصي، وما توفيقي الا بالله. يعني احنا نعمل اللي علينا ونستعين بالله سبحانه وتعالى في كل حاجة في حياتنا. ربنا ان شاء الله يجعل لنا البركة في المال وفي الولد وفي الرزق وفي كل حاجة في حياتنا، حتى في الطريق اللي احنا بنمشي عليه، في اهلنا، في حب ما هو الرزق مش مال بس، لا الرزق في اهلك، ان اهلك يحبوك، رزق في ولادك، ان ربنا يكون جايلهم بارين بيكي، رب فالحين في حياتهم، عارفين ربنا، بيصلوا وبيقرأوا قرآن، يكونوا مؤدبين محترمين، محدش بيشكي منهم ابدا عمره، ان اهلك يكونوا بيحبوك، يكونوا بيودوك، يكونوا بيدعموك نفسيا. الرزق مش مال بس زي ما بقول لكم. انا عن نفسي قلبي ابيض، يعني بصوا مش بشتل من اي حد في اي حاجه، ولا عمري في حياتي حد زعل مني، ولا عمري في حياتي زعلت من حد. الا بقى اللي بيأذيني، بصوا اذيه بقى ما تتنسيش خلاص، وافضل برضك يعني افضل فرض حسن النيه، يعني افضل كويسه مع اللي قدامي لغايه ما اللي قدامي يثبت لي العكس. خلاص بقى الاقي بقى اللي قدامي بتيجي عليا وعلى نفسيتي فببعد بقى خلاص. لا فانتي مش هتبقى اغلى عندي من نفسي، انا افضل مستحملاكي بس لما بوصل لدرجه بقى ان خلاص، لا خلاص بتبقى قلبتي بقى والسلام، خلاص مفيش بعدها رجعه تاني. هم دول الناس الطيبين اللي قلبهم ابيض، اللي ما عندهمش نفاق، ولا عندهم غل، ولا عندهم غباء. ممكن انت تقعدي مع الواحدة بيبقى جواها غل وغباء منك، بس انت مجرد بس تقعدي معاها تبقى واحدة تديكي كلمة تفضلي تعبانة بيها مدى حياتك. اه والله. ف لا النية الطيبة خير، وحبوا بعض، انا عن نفسي بحب الدنيا كلها وبحب الناس كلها، ما عنديش غل ولا غباء من حد. بس معرفش بتلاقوا ناس حتى لو انتوا كويسين معاهم عمركم ما اذيتوهم، فهم بيبقى عندهم غل كده منكم، ليه؟ حاسين ان انتوا مختلفين عنهم، حاسين ان انتوا احسن منهم. فدايما ماما تقول لي: يا بنتي العين ما تكرهش الا اللي احسن منه. شايفين الاوضه بقت فله شمعه منوره، بقت عسل كده، بس انا بقى ايه، هفتح الستاره علشان الشباك ده، بص هو روح الاوضه بصراحه، ده التكييف بتاعي بقى، هو اللي بيهون عليا الحر. شايفين الدبدوبين الحلوين دول، انا بحبهم او اعتزيها بهم قوي، لانهم كانوا جايين لي هديه. فربنا يا رب يخلي كل حد حنين علينا. وبصي ما تتعبيش نفسك مع حد، ما تحاوليش مع حد اللي انت مش مرتاحه معاها نفسيا، ما تقعديش معاه. اللي هتتعبك نفسيا ما تقعديش معاه. اللي هتحس ان هي هتضغطك نفسيا او هتقولك كلمه تقرفك او تعكننك، ما تقعديش معاها. حب نفسك اولا وبعدين حب الدنيا كلها. انا عن نفسي كده، انا بحب نفسي وبحب الدنيا كلها، بحب الروقان. المكان اللي بلاقي فيه مش بلاقي فيه راحتي النفسيه ببعد عنه. انا حد ده واخدها قاعده في حياتي. حتى في الشغل، يعني لما كنت بشتغل حتى في العياده الاولانيه، فكنت دايما بقعد اقول انا لازم ابقى مرتاحه في المكان، في الشغل، مش هبقى شقيانه وتعبانه نفسيا كمان. لا، لازم ان انا اكون حابه المكان اللي انا بشتغل فيه، واكون حابه الناس اللي انا بشتغل معاهم، علشان ان انا اعرف ادي احسن ما عندي في الشغل. علشان مش هبقى زي ما بقول لكم كده، انا واخداها قاعده في نفسي، مش هبقى تعبانه وشقيانه ومضغوطه نفسيا كمان من المكان. فلا ما تضغطوش على نفسكم في اي حاجه عشان ترضوا اي حد. حبوا نفسكم الاول، وحبوا بعض، وصفوا نيتكم لبعض.
لان بصراحة الدنيا حلوة والدنيا جميلة، والدنيا ما تستاهلش ان احنا نضيع دقيقة واحدة منها بس ان احنا نرضي الناس وننسى نفسنا. خلصت هنا الأوضة بقى وبقت فل اهي، شايفين الأوضة منورة والله بصراحة. خلصت كده الأوضة وستفت الشقة. أنا عملت روتين في الشقة كلها وستفت الشقة كلها، بس حسيت إن الفيديو هيبقى طويل عليكم وهتزهقوا مني، وأنا بحبكم كتير ومش بحبكم تزهقوا مني. فقمت قايلة بقى إيه، نكمل بقى الروتين بتاعنا بإيه، إن إحنا ننشر الغسيل. كنت أنا مشغلة الغسالة زي ما بقول لكم على ما خلصت ترويق الشقة كل ده بدري قبل ما اروح الشغل، عشان بس يعني اي واحدة قاعدة مكسلة والدنيا حر بقى وفرهدة ومش عارفة، انتوا مش هتلاقوا حد فرهود في الدنيا قد، بس بصوا لازم اخلص كل اللي ورايا الاول. خلصت الشقة زي ما بقول لكم، وشغلت كده البوتاجاز على الطبيخ وغسلت الغسيل. بقى هنشر بقى الغسيل كله كده مع بعض. وبصوا الجو والله العظيم حلو قوي يا ولاد، يعني بصوا ربنا يرضينا ويرضيكم يا رب بكل حاجة حلوة. بشكر اخواتي اللي هم بينتسبوا معايا في القناة، بشكرهم والله العظيم، واللي بيدعموا لي القناة ماديا. بصوا هي الارزاق مش بايد حد، الارزاق بيد الله سبحانه وتعالى. فان انتوا كده ربنا يبعتكم ليا وتدعموا لي القناة من غير اي حاجة، ده حاجة، يعني حاجة أعتز بيها. ويعني بص مهما أشكركم من هنا لكتير مش هوفيكم حقكم والله بجد بقى، إن انتوا كفاية إن انتوا إخواتي وإن أنا بحبكم في الله والله. ربنا كده يديم المحبة بينا يا رب، والقناة بتاعتي كده بيكم تبقى أكبر القنوات، ونوصل كده ل10,000 بقى قريب. وبعدين 20,000 و30,000 و50,000، نوصل ل100,000 بقى يا ولاد. البنت إسراء بنت نفسها وحلمها وأمنية حياتها إن أنا آخد الدرع والله. المهم بقى إيه، الشمس بقى حطيت البتاع ده على دماغي علشان الجو حار. انتوا عارفين إن أنا يا ولاد مش بستحمل الحر خالص والله. آم، عملت بقى طبخت النهارده، احكي لكم بقى على الطبيخ بما ان انا ايه مصبور. بس الفيديو حلو قوي هيعجبكم، بس انتوا ايه اصبروا لاخر الفيديو بقى. بصوا حاجه كده عظمه. عملت بقى النهارده فراخ في شوربه، وعملت فراخ بانيه، لان لقاء مش بتحب تاكل حاجه من الفرخه الا الصدر بانيه، بصراحه مش بتحب اي حاجه من الفرخه الا بانيه. فلازم اعمل لها الاول اللي هي عايزاه. وعملت فرخه في شوربه محمرة يعني كده. وعملت بقى ايه، قلت لهم انت هتاكلوا بقى لوبيا ولا تاكلوا فاصوليا ولا بطاطس ولا ايه؟ قالوا يا ماما اعملي لنا عدس. يا اولاد الدنيا حر النهارده، العدس ده يولع فين؟ قالوا لنا لا يا ماما احنا نفسنا ناكل عدس. عملت لهم كده طبقين عدس. بس بصوا والله العظيم عشان ما اكلناهوش من زمان، من الشتاء، من قبل رمضان بكتير ما اكلناش العدس. بصوا كان شوية عدس عظمة عظمة كده والله. تغيير الحاجة اما تكونوا بقالكوا فترة ما اكلتوهاش فتلاقوا نفسكم بتروح فيها. فاولادي بدل طلبوا الحاجة لازم اعمل لهم اللي هم عايزينه. ربنا يا رب يخليهم لي يا رب، واشوفهم كده احسن الناس، ويفرحني بهم يا رب، ويفرحكم باولادكم يا رب، اللهم امين. ويبعد عني كده اي حد بيغل، واي حد قاعد في الشارع ليل ونهار عمال يشوف رايحين فين وجايين منين بيعملوا ايه. بجد والله العظيم يا ولاد يعني حاجة قرف القرف والله. فربنا يا رب يبعد قر الناس علينا، ويشغل كل حد في حاله، ويبعد اي حد مؤذي عننا يا رب، اللهم امين. اي واحدة بقى مكسلة بقى تقوم تشجع كده معايا وتقوم بقى تخلص كل اللي وراها. هدوم الخروج بتاعتي كلها كانت، بصوا عايزة الغسيل فغسلتها كلها بصراحة بقى بالنقيبة والخميرة. عايزة اجيب والله طقمان حلوين يا ولاد بقى الخروج كده، بس الحر بصراحة مش مخليني ليا نفسي ان انا اجيب اي حاجة بصراحة. مش بحب الحر يا ولاد، يعني انا بحب الشتاء، احب امشي في الشتاء وما احبش امشي في الحر. ولقاء بنتي بقى النهارده طالبه مني شويه حاجات ايه محترمين عال. بصوا قاعده تقول لي ماما عايزه مش عارفه ايه وعايزه ايه وعايزه ايه. قلت لها يا بنتي ماليش تقول لي عايزه حاجه بقى ارحميني.
بس انا مش بحب ان انا ازعلها بجد والله. ربنا يا رب يفرحني بيها ويبعد عنها عيون الناس ويرزقها بكل حاجة حلوة وجميلة كده يا رب، اللهم امين. بص، هو انا مربيه اولادي على الحنان بجد، كلهم التلاتة ما شاء الله حنينين، عندهم حنية يعني بص تفوق الوصف. ربيتهم زي ما احنا اتربينا، لان انا كده انا واخواتي بصوا عندنا حنان مش عند حد بصراحة. ماما ربتنا على الحنان وربتنا على على كل حاجة حلوة بجد والله العظيم. فانا طلعت ربيت ولادي كمان على كده، يعني انا مربياهم ان ولاد خالاتكم دول اخواتي، ولاد خالكم اخواتي، زي ما احنا اتربينا ان احنا ولاد خالي دول اخواتي، ولاد خالتي دول اخواتي. فاحنا مش بقول بنت خالتي او مش بقول ابن خالي، لا بقول اخويا فلان اختي فلانة. فلا، ربوا ولادكم على الحنان. بس ساعات بقعد اقول ايه بقى، يعني مثلا لقاء بنتي واخده كل حناني، واخده كل حناني، كل الصفات بتاعتي. فبقعد اقول آه، لا، ما هي هتتعب في حياتها كتير، لان الانسان الحنين ده بيتعب في حياته كتير. بيبقى عنده حسن نية في اللي قدامه دايما. فساعات اللي قدامه ده ما يستحقش ان انت تعامله بحسن نية او ان انت كده، لا. فانت لان هي دي طبيعة الدنيا، طبيعة الحياة، ان احنا مش يعني ان احنا بشر. فهنقابل في حياتنا الحلو وهنقابل في حياتنا الوحش. فبقعد بقى اقول لا بنتي يعني بصي عايزاها تنشف عن كده شوية، عايزاها قلبها يبقى جامد عن كده شوية. آه، وارجع تاني اقول لا، بس في ربنا عمره ما بيضر بني ادم، احنا اللي بنجيب الضرر لنفسنا. فاحنا لا، احنا صح الحمد لله. وبصوا ربي ولادك على الحنان وعلى الحنية، وان هم يحبوا بعض وان هم يبقوا حنينين على بعض يعني. واكتر حاجة بقى بكرهها الصوت العالي، يعني مش بحب الصوت العالي خالص خالص. يعني انا لو قاعده في الشقه طول النهار ومفيش حد يتكلم معايا خالص، يعني ممكن اقول ده ما يتفتحش اساسا. ف الهدوء حلو، رب ولادك على الهدوء وعلى الحنان وعلى الحب وعلى التواضع وعلى كل حاجه حلوه. ازرعي فيهم الصفات الطيبه كلها، لان علشان وربنا وسيبها بقى لله. ربنا ان شاء الله ان شاء الله مش يعني مش بيضيع تعب حد، وربنا ما بيضرش حد. وربنا يا رب ما يضرني في ولادي ولا يضركم في ولادكم ولا في حبايبكم يا رب، اللهم امين. لو وصلتوا بقى لغاية هنا من الفيديو سيبوا له تعليق حلو منكم، شوفوا الفيديو للآخر. بالله عليكم، أمانة عليكم اللي يشوف الفيديو يثبت لي بتعليق إن هو وصل لغاية هنا من الفيديو. وعلشان الساعات عندي نازلة، لأن أنا ما عدتش بعمل لايفات عشان ما عادش عندي وقت. فانتوا شجعوني بمشاهدة الفيديو عشان نعمل لايفات مع بعض. والمشاهدات عندي تعلى. بحبكم كتير كتير، احلى اخوات في الدنيا كلها والله. لو قعدت اوصف لكم ومش هوصف لكم حب ليكم. بحبكم في الله كتير. واللهم صل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم كتير كتير في الله. يلا السلام عليكم.